رأيت رام الله. يكفي أن يواجه المرء تجربة الاقتلاع حتى يصبح مقتلعا من هنا إلى الأبدية. نعم، هذا مريد البرغوث الممتلئ بتفاصيل السرد لما بعد النكبة والنكسة وأوسلو والأحداث في فلسطين وتداعياتها في المعمورة. هذا المجاهر بعيوبه الشاكي غربته في مناف العالم مدة 30 عاما متواصلة بعد خروجه للدراسة في مصر عام 1966. الفلسطيني أصبح إنسانا تليفونيا، ويدخل فلسطين منتظرا على الجسور في سبتمبر عام 1996. بلادي تحملني، قال مريد بعد أن خطى الحدود. وكنت أتساءل كلما رأيت الخريطة تحيط بأعناقهن عما إذا كانت المواطنة الكندية أو النرويجية أو الصينية تعلق خريطة بلدها على نحرها كما تفعل نساؤنا. كتب مريد سيرة حياته المقشرة من السوبرمانية ذات ملامح الفلسطيني الموزع بين القبور والمعتقلات والمهن والأحزاب وفصائل المقاومة وسجلات الشهداء والجامعات ومواطن الأرزاق في البلدان القريبة والبعيدة. ورثة دير غسان مبعثرون في أرجاء الدنيا، ومنهم هارموا في الموت، وأماكنهم هرمت، كلها هرمت. في روايته رأيت رام الله يحدثك المونولوج والسرد الشعري كأنه القصة القصيدة وفاكهة الفكاهة. فخر بن خالي أبو فخري مسؤول الكنى والألقاب لأهل البلد قال مرة يتهم شخصا بالبخل إنه دعاه إلى غداء مكون من 4 حبات بازلاء. والنكات من تسمية العائلة المنسوب للبر والغوث برغوث البرغوث. قال له صديق في مشاورات تسمية ابنه تميم: ومن أين سأتيك باسم رقيق وأنيق ولطيف يا سيد مريد إذا كنت ستضع بعده كلمة البرغوث؟ وآل البرغوث يقيمون في 7 قرى جبلية متجاورة تسمى قرى بني زيد، ومركزها جميعا دير غسانة. يقول لك إنهم خلقوا لطق الحنك. وهذا مريد بن سكين محمود علي البرغوث التي تقول: هذه الشجرة جاهلة أي صغيرة، وهذه الشجرة هبلة أي تأخر إثمارها. وهذه سكينة التي كانت ستدرس في مدرسة الفريندز في رام الله لولا أن منعها المختار وأهل القرية. أمها ستي أم عطا التي طردها أهل زوجها المتوفى، وعادت بعد أن أنجبت خالي عطا. ورغم قساوة الحياة إلا أنها خفيفة الظل. روح بوس المصريات صاحباتك. مريد المغترب الذي حاول بعضهم تقليده باستخدام أسلوبه ومفرداته التي لم تكن حكرا لأحد ذات يوم، لكنهم لم يفلحوا دون افتعال برسم ذكريات الطفولة والقرية والمدينة رام الله والقدس بأبسط الكلمات اليومية القريبة من زوجة عمه أم طلال، واستحضار أمكنته في قرية دير غسانة بسناسلها وجامعها الذي لا ميزانة له، بمضافتها في صدر الساحة. وقصة فرح المرأة التي صرخت بوجه الجندي الإسرائيلي: أيوة، احنا هيك الولد عندنا له 100 أم، مش مثل أولادكم كل ولد له 100 أب. عجيبة رام الله، متعددة الأوجه. فيها تعلمت لعبة البلياردو، وبدأت أحاول كتابة الشعر، وفيها تعودت على الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة. رام الله لم تكن لدى مريد أفضل من دير غسانة، وصف دبكة منير أبو زاكي في العرس، وزمكانية الطفولة. هنا عشنا أوائل عمرنا، ستي أم عطا وأبي ومنيف ومريد ومجيد وعلاء. ها هي صورة منيف بإطارها الأسود معلقة في البرندة. وها أنت تقول: خذوني إلى مدرستي، إلى شارع الإذاعة، إلى دار خالي أبو فخري. وتسأل وتجيب: هل الشاعر يعيش في المكان أم في الوقت؟
هل أريد أن أتشعبط على علقة الآن؟ لا، بل أريد وقت الشعبطة. لا حدود للأسئلة، لا حدود للوطن. الآن أريد له حدودا، وسأكرهها لاحقا. في رام الله عرفت المظاهرات للمرة الأولى في حياتي. كنا نصحو على صوت أبو الحبايب، بائع الجرائد الذي لم يغير معطف الجيش الإنجليزي الذي كان يرتديه صيفا أو شتاء. مات من شظية قتلته أمام بيتنا في عمارة اللفتاوي. من أين جاء أبو الحبايب؟ أين أهله؟ هنا في هذه الغرفة ولدت قبل مولد دولة إسرائيل ب4 سنوات. دار رعد أهل مريد ليست مكانا، هي أيضا زمانا. هي ذلك الاحتكاك الفجائي البريء بثدي ابنة الجيران أثناء اللعب. أماكننا المشتهى ليست إلا أوقاتا. عين الدير وعمي أبو إبراهيم وغباء العصافير التي ترى الحبة ولا ترى الفخ. مجنون القرية عبد الوهاب الذي عشق ابنة المختار في الخمسينات وصار يكتب القصائد الشعرية المؤثرة. فالحب عند مريد هو ارتباك الأدوار بين الآخذ والمعطي. هنا كانت تقف أمي لتستخرج أي ورقة من الحاكم العسكري الإسرائيلي. هنا قدمت لنا طلبات لم الشمل، ورغم عدم انخراط مريد بالسياسة إلا أنها تقتحم يومياته ومعاملاته وأوراقه الثبوتية. السياسة هي شكل العائلة على مائدة الإفطار، من الغائب ولماذا غاب. البعد عن السياسة هي سياسة أيضا، أليس كذلك؟ تفاصيل كثيفة من الذكريات يفضفضها مريد بين سيناريو مجيئه إلى رام الله ومكوثه في بيت أبو حازم، وبين حياته في الغربة مع زوجته المصرية رضوى عاشور أم ابنه الوحيد تميم، ونفيه 17 عاما عن بلدها. وفعلا نلمس بقية تفاصيل حياته بأصابع حواسنا الخمسة ونحن نقرأ رواية رأيت رام الله.